كما تعلمون لم نجد التنظيم الإرهابي داعش وجه سلاحه صوب أي إسرائيلي أو أي يهودي أو أمريكي، إلا في حالات نادرة غالبا ما نجدها حالات عليها الكثير من علامات الاستفهام. من هم داعش؟ من وراء داعش؟ ولماذا اختلفوا مع شركائهم؟ وما هو مخططهم؟ كانت داعش في بداياتها تعمل تحت اسم جماعة التوحيد والجهاد بزعامة أبي مصعب الزرقاوي في عام 2004 قبل أن يبايع الأخير زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن ليصبح اسم التنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، حيث ظهر تسجيل صوتي لزعيم تنظيم القاعدة أبو بكر البغدادي أعلن فيها إلغاء اسمي جبهة النصرة ودولة العراق الإسلامية تحت مسمى واحد وهو الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. فمن ناحية تمويل هذا التنظيم فما زال مجهولا من يمول داعش، فعملياتها الكثيرة تتكلف الكثير من الأموال حيث تقتضي المليارات، فهناك عدة احتمالات وضعها المحللون لتمويل داعش. الاحتمال الأول ذهب إلى أن السعودية هي الممول لها، وقد يكون هذا الأمر منطقيا لكون السعودية كانت وراء تأسيس حركة القاعدة منذ البداية. الاحتمال الثاني أن من يمول داعش هي الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعزز هذا الاحتمال أن داعش على الأقل هي صنيعة الولايات المتحدة، كون الأمريكيين الذين يغرقون في استخدام طائرات الأندرويد بدون طيار في قصف مواقع القاعدة في اليمن والصومال وباكستان قد امتنعوا عن قصف داعش الناشطة في العراق منذ سنوات. أما الاحتمال الثالث يفترض أن تكون تركيا هي من يمول داعش، فالدور التركي بارز في فتح الحدود التركية السورية وتسهيل مرور السلاح والمقاتلين إلى الداخل السوري سواء من داعش أو من غيرهم. وإذا كانت هذه كلها مجرد احتمالات فإن داعش دخلت مرحلة القتال ضد الجبهة الإسلامية وأحرار الشام والنصرة والجيش السوري الحر وغير ذلك من التنظيمات، فإنه يصبح من شبه المؤكد أن أي من الدول سابقة الذكر لم يعد له مصلحة في تمويل داعش إلا إسرائيل وربما حليفتها أمريكا، حيث يعد تنظيم داعش بمثابة مغناطيس جاذب للمقاتلين من جميع أنحاء العالم، فمن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فبلغ إجمالي المنتسبين حوالي 11,000 منتسب من دول مختلفة مثل تونس، السعودية، المغرب، الأردن، لبنان، ليبيا، مصر، الجزائر، فلسطين، اليمن، السودان، قطر، الإمارات والبحرين. أما من الدول الأوروبية فبلغ إجمالي المنتسبين حوالي 2580 من دول مختلفة كفرنسا، بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، السويد، إسبانيا، الدنمارك، نمسا، إيطاليا، النرويج، إيرلندا، فنلندا وسويسرا. أما باقي المنتسبين لهذا التنظيم يتوافدون من دول مختلفة كروسيا، تركيا، كازاخستان، ألبانيا، كوسوفا، بوسنا، أوكرانيا، باكستان، الصين وكندا، كما يتوافدون أيضا من الصومال وأندونيسيا. فبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن تنظيم داعش يسيطر على 40% من الأراضي السورية، وهناك 3 نهايات محتملة لتنظيم داعش وهي مرتبطة بتكاتف المجتمع الدولي لضربهم. أولا، مصير التنظيم سينتهي إلى احتمالات 3، أولها أن يصل إلى وضع مأساوي مشابه لوضع الجماعات الجهادية في الجزائر التي تحول أفرادها إلى مجموعات من الجرذان المطاردة في الصحراء والجبال، أبرز همومها الحصول على الطعام والماء للعيش لفترة أطول. أما الاحتمال الثاني فهو تفكك التنظيم بعد مقتل قياداته وذوبان أفراده بين المدنيين كما حدث مع أفراد طالبان في أفغانستان وباكستان، وهذا وارد جدا. أما الاحتمال الثالث وهو أن يؤول التنظيم إلى ما آلت إليه حكاية القراصنة الصوماليين الذين ظهروا واختفوا فجأة بعد أن أشغلوا مخيلة البشرية لتنتهي قصتهم عند هذا الحد. سارة الناصر، راديو دنجي زلال.